السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة بيزنس على السريع. النهارده هنتكلم عن ازاي الشركات بتخليك تشتري من غير ما تحس عن طريقتين. الاب سيلينج اللي هو البيع التصاعدي، والكروس سيلينج اللي هو البيع التكميلي. لو عايز تعرف الفرق ما بينهم تابع الفيديو للاخر. طيب نتخيل مع بعض ان حضرتك دخلت محل موبايلات، والبياع او السيلز ريب قال لك انت بتشتري موبايل معين، وقال لك ده في فئه احدث منه او اللي هي البرو منه. فبيقول لك مثلا الموبايل الثاني او اللي هو الكاتيجوري الاعلى او الفئه الاحدث دي فيها مثلا الكاميرا احسن، سعه التخزين اكتر، البطاريه بتقعد وقت اطول في اليوم يعني في الاستخدام. فانت هنا هو بيعمل لك حاجه اسمها الاب سيلينج او الابجريد للمنتج دوت، ان هو بيبيع لك المنتج بس الفئه الاحدث منه او الاعلى سعرا وفيها احتياجاتك برضه. فانت هنا بتستفيد ايه؟ ان انت بتاخد منتج بقيمه عاليه وبتاخد فيها احتياجاتك او الحاجات اللي انت عاوزها من المنتج، وفي نفس الوقت هو بيستفيد ايه؟ بيزود المبيعات بتاعته او متوسط المبيعات بتاعته. برضه هنلاقيها في الخدمات اللي هو الاب سيلينج. هنلاقي مثلا ان لو قلنا ان في فندق بيقول لك خد مثلا الاوضه بتاعتك او الشاليه على سي فيو، على وجهه على البحر يعني، فهتدفع حاجه بسيطه مثلا. فيقول لك فانت هنا خدت خدمه برضو بقيمه كويسه وبسعر مش غالي عن التاني، بس هي بسعر يعني متوسط بس عالي، حاجه بسيطه بس بنفس احتياجات اللي انت عاوزها. فهنا برضو هو عمل الاب سيلينج. طب على الناحيه الثانيه هنلاقي كروس سيلينج اللي هو البيع التكاملي. لو دخلت نفس محل الموبايلات واشتريت الموبايل خلاص، وبعدين هو قال لك في بقى ايه حاجات اكسسوارز للموبايل، زي ايه مثلا السماعات وايرلس، في جراب للموبايل. فهو هنا بيبيع لك منتجات او حاجات تانية بس بتكمل المنتج الرئيسي اللي انت اشتريته اللي هو الموبايل. فهنا هو بيعمل كده ليه؟ هو بيزود برضو المبيعات وبيديك تجربة كاملة، يعني بيخليك مثلا ان انت خدت تجربه بتاعت الموبايل بامكانياته او بكل الاكسسوارز اللي ممكن تاخدها معاه، وهو في نفس الوقت بيزود المبيعات بتاعته عن طريق ان هو بيديك حلول ذكيه تانية. طب هنلاقيها برضو في الخدمات ازاي؟ هنلاقي مثلا لو حجزت في المطار رحله طيران، وبعدين قال لك مثلا خد تاكسي هيوصلك من مكان اللي انت هتسافر منه لحد المطار. فهو هنا عمل حاجه اسمها الكروس سيلينج، اداك حاجات اضافيه للخدمه بتاعته، وفي نفس الوقت انت استفدت او خدت تجربه كامله ان انت هتوصل من المطار لرحله الطيران بتاعتك، وده هيسهل لك الموضوع يعني. طب نحب نسمع منكم بقى في الكومنتات ايه الحاجات اللي انتوا خدتوها مثلا او اشتريتوها وحسيتوا انه البياع مثلا عامل لك اب سيلينج او كروس سيلينج فيها، وهل استفدت من الخدمه او المنتج الزياده دوت. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب وشيره مع اصحابك عشان يوصلك كل جديد.